بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضانكم مبروك إن شاء الله. معكم وردة من قناة مطبخ تدبير وردة. اليوم إن شاء الله جيتكم باش نصور معكم مقتطفات من فطورنا تاع رابع رمضان. ما نشي كل يوم نصور معناتها غير كما يسهل ربي كي نلقى الوقت نصور. حتى اليوم راني والله صدقوني راني روطار ونجري نجري نجري نجري، هذا واش لحقني جهدي. المهم عندنا اليوم المني إن شاء الله جاري. عندنا شطيحة مرقاز وعندنا ميني بيتزا وسلطة وخميرة معناتها باش نصور لكم غير مقتطفات من البيتزا وشطيحة مرقاز وعجة مرقاز ولقطات من الخميرة ولقطات من المايدة في الأخير معناها مش ياسر. هنا بنتي سبقتني بدت في لاصوص تاع البيتزا رسبتها قبل ما نبدا نصور. هنا واش درنا حشاكم ثوم زيت ومعدنوس طماطم مورف طماطم بباط وقليناهم مع بعضهم بعض ولحنا عليهم طماطم الحب مرحيه وكما راكم تشوفوا هاي تتقلى. كي تتقلى نخليها تشرب ماء، نعاود نزيدو لها قيمه كاس ماء وزيد نخليها تكتك شويه ونطفوا عليها، نخلو فيها شوي ما بيون كما يقولوا جيمه ماشي ناشفه طول، نخلوها تطيب في راحتها. عندي هنا باش نبدا نوصف شطيحة عجة مرقاز. للأسف النوعية تاع المرقاز تاع اليوم ما عجبتنيش صراحة، غيرها كي نفحت صايم معناها الغالب نفحت فيه شريته. عندنا هنا شوية زيت وما نكثروش خاطر نعرفوا المرقاز يطلق ليدام بعد. هنا درنا شوية زيت حطينا عليه المرقاز. ناري بنتي معايا تقول هاتي نصب لك ناي. المرقاز نحطوه كيما هكا ساعة نقلوه ونطيبوه، في الاخر كي يطيب نقسموهم الكعبة نقسموها على 2 ولا 3 ما نخلوهاش كيما هكا معناها منها تسكانة ومنها كما نقولوا تسكى الكمية تاع المرقاز. انا شريت قيس 50,000 مرقاز ما فيها بركة، بصح النوعية جتني رديئة شوية معناتها مصبوغة فيها الكولورون ما عجبتنيش صراحة. قلنا حطينا شوية زيت المرقاز الملح فاح وفلفل اكحل نوتو عادي معناها كيما نوتو البرم كل ثوم وطماطم الباطا درت مغرف ماهيش مليانة وحبتين 2 كعبات طماطم ثاني رحيتهم في الاشوار وصبيناهم عليهم. كما راكم تشوفوا هنا بنتي هاي تنصب دايره روح هي طيب صراحة تعرف الطيب ما شاء الله، وكما قالها ويدها طيبة ما شاء الله. كاين حويجات اللي مازال ما تعرفهمش نعلموا فيها. هاي تحرك في البرمة هنا في الطنجرة هذه. نزيدوها طماطم الباط ونزيدوها طماطم الحب. ما صراحة ما تعطلش في طيابها العجة مرقاز هذه، ما 5 دقائق 10 دقائق طيب ما تطولش معناها. شوية ثوم هنا هاي بديكم طماطم الباط ماذا بكم لو كان تلقوا المرقاز تاع مخدوم بالدان داشي ولا خير من تاع اللحم هذا تاع المخدوم بالدان يجي أبن وخير معناه. طماطم الحب حتى هذه رحيناها ودرناها. المهم نخلط المكونات هذه كل نخليها تقلى حتى انت كي نقولوا تشرب ماء الطماطم هذيك. نمرقوها قيس ما نغطوا المرقاز ونخلوها تغلي. هنا ما صورتكمش في الاخر كي درت البيض. المهم كي تقريبا نقولوا ماهيش تنشف طول تقعد فيها شوي مرقه نفكسوا لها 3 بيضات ولا واش كان ولا 2 على حسب الكميه تاع المرقاز ونطفوا نطيب البيض نطفوا عليها بعد نحطوها في الصحان هذه. ومنها نجي باش ندير معكم الخميره. هنا راني حطيت 2 بايط سول دقيق وبطه فرينه. ديما نسبق في التصوير معناه 2 بايط سول دقيق وبطه فرينه. الكيال هذا يجيكم يا اما 4 خبزات صغار يا اما 3 كبار. مغرف ونص خميره، هذا قياس كيال مضبوط كما نقوله. مغرف ونص خميره، مغرف ونص
سكر عادي تاع القهوة. وما تجيش حلوة مع تقولوا راك قد السكر قد الخميرة، تجي عادي جدا، ما تجيش زعما حلوة كثر السكر. ولا عندنا مغرف لحظة، هنا عندنا نص مغرف ملح نحطوه في جهة واحدة من هنا عندي زريعة تاع واش يقولوها البسباس، والكمون نكحل، واللي عنده حبة حلاوة يدير، واللي واحد واش يحب اللي ياكلها يديرها معناه. نكهات عندي زيت البسباس، حتى حبة حلاوة عندي بس ما درتهاش، درت غير البسباس والكمون نكحل. هنا نخلط المكونات كلها هكا مع بعضها بعض ناشف في ناشف. انا ما وريتلكمش المراحل تاع قلت لكم راه بديت بعداش والوقت ضايمني. المهم نخلط المكونات هكا جافه بعضها بعض، ونلمها بالماء الدافي، نلمها لما برك، ونحطها في حفاضه تخمر. كي تخمر التخميره الاولى نعاودو نكسرها الخمور تاعها، ونعاودو نحطها ثاني تخمر مره ثانيه، ما نعجنوها ما نزيدوها ماء. كي تخمر المره الثانيه اللي عندها العجانه تحطها في العجانه، تزيد لها شوي ماء، معناها قياس اللي مطلوب، معناها ماشي تحطها قاسيه يعود قاسيه حجره، ما تحط هاشوشه كيما نقولوا نحن. واللي ما عندهاش العجانه تزيد الماء سخون بشوي وتعجن بيدها حتى تلحق القوام المطلوب، وتقرصها وتحطها تخمر وتطيب فيها. يعني ما الحديث كل هذا ما صورتش نظرا ذيك الوقت هنا عادي باش نحطها لأول مرة في الحفاضة تخمر كما راكم تشوفوا. أنا غير لما ما عجنت ما حد شيء، نحطها تخمر ونخليها. مهم الخطرة الأولى تخمر نكسر الخمور، الخطرة الثانية كيف كيف، الخطرة الثالثة نبدأ نعجن فيها. هاي كما راكم تشوفوا. هذه الصوص تاع البيتزا أنا زدناها الماء. كي تنشف من الماء تاع الطماطم اللي الكعب نزيدوها قيس كاس ماء ولا كاس ونص، ونخلوها تكمل تغلي. المهم ما نخلوهاش ناشفه طول، ما نخلوهاش ميها، معناتها نخلو فيها شوي صانصه معناها. هنا جيت باش ندير معاكم عجينه البيتزا، الميني بيتزا. الكيا اللي درت انا اليوم راني ضعفت الكميه، معناتها هي المفروض 2 كيسان ماء ومغرف خميره تاع قهوه ومغرف سكر ولا 3-4 مغارف زيت. انا ضعفت الكميه، درت 4 كيسان زيت، 4 كيسان ماء عفوا، و2 خميره و2 سكر و8 زيت. وما صورتلكمش خميره الكاطو، معناتها ديري نقدروا نلحقوا شكاره خميره كاطو، ماشي ماهيش ضروريه، واللي يحب يديرها يديرها باش تجي خفيفه. هي اصلا حتى هكا تجي خفيفه وتجي ما شاء الله. لا صدقوني هذه العجينه المعتمده عندي، معناها سواء في الميني بيتزا سواء في البيتزا العاديه، من كسرش راسي ياسر. معناتها جربت انواع ياسر لقيتها كل كيف كيف، بس عجبتني هذه اخف واقتصاديه اكثر معناها. نخلطوا الخليط هذا، وهنا قلت لكم نديروا الفرينه ونخليها حتى هي تخمر، نعجنوها شوي. هذه عكس الخميره، نعجنوها بالكت خفاف معناها، ونحطوها تخمر. كي تخمر نعاودوا نبداو نخدموا فيها، نبداو نشكلوا فيها معناها، سواء ميني بيتزا بالطابعه الصغيره سواء بيتزا عاديه معناها. هنا درنا 8 مغارف زيت. أنا قلت لكم الكل 2 كيسان ماء، مغرف خميرة سكر، مغرف قهوة خميرة، مغرف قهوة سكر، و4 مغارف زيت، والملح طبيعة الحال شي الملح. صدقوني تجي خفيفة 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 ريشة، معناتها ما ساعات تعود تاكلي في البيتزا تاكلي فيها شغل معجنة هكا. هذه انديري قاطو معناها ماهيش بيتزا من الخفة تاعها.
وهنا نروحو في الفرينة. ماذا بينا عجينة البيتزا ما نيبسوهاش معناها، خلاها تتلصق شوي معناها باش تجينا خفيفة وتجينا هشوشة سمحة. واللي عندها العجانة المرحلة هذه كل ديرها في العجانة معناتها تختصر الوقت والجهد كما نقولوا. اللي ما عندهاش العجانة تاخذها بالفويه هكا عادي معناتها. في المرحلة هذه لحقوا شكارة خميرة تاع قاطو، وانا ما صورتهاش معناتها على الغالب فاتني التصوير. راكم تشوفوا كيفاش القوام تاع العجينة معناها اللي تحصلوا عليه تعود شادة روحها وفي نفس الوقت هشوشة معناها. نجو هنا نعطوها عجينة سماح ان شاء الله برك راهو كيما نقولوا كلامي راهو مفهوم. نجنوها ندخلوا العجينة بعضها بعض تعود لنا رطبة شوي ونخليها تخمر. وهاني كما قلت لكم نعاودوا كي تخمر لنا العجينة نعاودوا نحلوها ونبدو نشكلوا فيها معناتها. انا عطلتني زعما كي ضاعفت الكمية جتني كمية كبيرة تالي كون درت الكيال واحد معناتها راني ليه كملتها. صدقوني المغرب يدنا نطيب في الخميرة معناتها ضامني الوقت على الاخر بعد. ونعرفوا البيتزا هذه تاع الميني بيتزا تشد ليد في الحلان والتشكيل. والحمد لله يا ربي انا كملنا طيبنا وربي عانا وفطرنا والحمد لله. خلاها تخمر العجينة تاعنا هنا. شوفوا المرقاز كيفاش تقلى وذابت الطماطم هذيك. حنا نصبوا له مقدار تاع ماء نزيدو شي ياسر تقيس ما نقطوا المرقاز ونخلوه. يعني هنا ما صورتش النهايه كيفاش بصح كي ينشف الماء تاع المرقه هذه قبل ما تنشف على الاخر نلوحوا لها كعبتين 3 بيض كي العجة ونخلوهم يطيبوا ونطفوا عليها. هنا هاني بديت نحل في عجينة البيتزا باش نبدا نشكل فيها. قالهاش الواحد يد منا ويد منا. البيتزا باش نشكلها بزوز اشكال. عندي القالب هذا وعندي الشكل الدائري الاخر نوع معناها. واللي يحب يديرها بيتزا عادي يديرها معناتها ماشي شرط هي نفس العجينة تجي منا وتجي منا معناها. نحب نديرها شكلها ميني بيتزا ولا نديرها بيتزا عادي. كملوا نحو العجينة تاعنا نحط
نحطوها في البلا في البلاطوات. هنا راني درت ورق الزبدة في البلا باش ما تلصق الناشي. والتزيين هنا يقعد اختياري معناه. نديرو لاصوص تاع البيتزا، نديرو عليها الفرماج حبة زيتون، ومن بعد كي طيب كان حبينا نخلوها كيما هكا معناتها الشكل هذا، كان حبينا نزيدوها شوية بيض ولا شوية طون ولا قالت شهرزاد جيد من الوجود. هي الميني بيتزا هذه سمحة، لو كاين تشد اليد معناتها تعطل تاع حاجة في الوسع معناها، ماشي عشوة ضيقة ورمضان والحمد لله على كل حال. أنا كملنا والله لك الحمد يا رب. هذه الخميرة تاعنا بعد ما ناضت وبدينا نطيبوا فيها. هذه البيتزا ثاني بعد ما طابت. هنا راهي بزات بنتي باش تزيد تزينها شوي، باش نديرلها شوي مايونيز وشوي بيض وشوي طون. وهذه عجة مرقاز الشكل النهائي تاعها. يعني كما قلت لكم ما تكثروش الزيت، خاطر هو يطلق الزيت في حد ذاته معناتها المرقاز. البنة جت ما شاء الله، ما كما نقولوا غير المرقاز جا نوعية تاع رديئة شوي. وهذا هاي الطابلة تاعنا بعد بدينا نحضر في الطابلة هذه الميني بيتزا. انا بنتي راهي ما صورتش الطابلة كل غير هكا لقطات برك معناتها هي تحط في الفطور. هذه الميني بيتزا الجاري ما صورتهاش خاطر درتها النهار الاول معناتها، وكاين معناتها طريقة النصبان تاعها. هذه الخميرة ثاني كيفاش ان شاء الله راكم تفهموا فيا واش راني نقول معناتها، وتتبعوا خطوات حتى ولو ما كانش تصوير معناتها بالكلام تفهموني واش راني نقول. هذا هو. ربي يتقبل منا الصيام والقيام ان شاء الله، وربي ان شاء الله يلاقينا في ساعة سعيدة وصحة سحوركم، صحة فطوركم وصحة سحوركم.